المصري والزمالك، وماتش بعيد عن المنطق، يعني منطق الكورة ما كانش موجود في الماتش ده. بالمنطق المصري يكسب. أسماء، استقرار، مدرب بقاله فترة ماسك، لعيبة يعتبر متعودين على بعض، شايفين بعض في الملعب، ليهم خطة واضحة. في المقابل الزمالك غيابات يعني ومشاكل قيد وناس ما بتقبضش، ولاعيبة مستوياتها واقعة، ومدرب لسه جديد اللي هو معتمد جمال، وكمان ما هواش مثلا المدرب اللي هو الاسم اللي تقدر تقول لم الفرقة بسرعة. عندك الباك رايت والباك ليفت الاتنين لعيبة شباب، في مفهومنا برضو كمصريين عندهم 20 سنة ولسه ناشئين، وده اللي وصلنا طبعا ان عمر جابر ومحمد هاني وكل دول ناشئين لحد دلوقتي. الماتش بدأ سيطرة من المصري طبعا، كان متوقع، بس اللعب كان فيه هرجلة، يعني هرجلة الزمالك اجبرت المصري على الهرجلة، يعني بقى الفرقتين بيهرجلوا. فعشان احنا لعبنا على الهرجلة، فنجم الهرجلة اللي هو شيكو بنزا عمل ضربة جزاء، جه من الجول الأول للزمالك. بعديها برضو هجمة كورنر ترد شوطة، كله تطفيش، تيجي ضربة جزاء على محمد السيد على الزمالك، وبيتعادل المصري. الشوط الأول بيخلص، الشوط التاني بيبدأ معتمد جمال شوية يظبط الملعب، لأن هو الشوط الأول كان عايز يعمل حاجة، إنه شيكوبانزا وألفينا يضموا لقلب الملعب، ومحمد السيد ياخد الطرف في ظهر ألفينا، بس طبعا ألفينا ما ساعدهوش، كان بياخد الكرة ويرقص واحد والتاني ويجي يعمل اسيست ولا بتاع يطلعها غلط. شيكوبانزا طبعا مش محتاج الواحد يتكلم عنه، لأنه هو أصلا بيجري غلط، بيبص غلط، يعني هو لو بيعمل حاجة ممكن يعمل لك حاجة هرجلة برضه. الشوط التاني نزل دونجا ظبط نص الملعب، لعب جنب محمد إسماعيل، آدم كايد اللي الماتش تقريبا التالت اتفرج على بصمة لآدم. آدم هو اللي بيمسك الكورة، وهو اللي بيطلع الفرقة لقدام، بيرجع يدافع في الحالات الدفاعية، يعتبر بيعمل كل الواجبات اللي انت محتاجها من لعيب نص الملعب. عشان كده آدم لما كان بيلعب وينج كان بيفشل، هو أداؤه كله نص ملعب. آدم في المساحة يعمل له خطورة، في كورة في آخر الماتش رقص وراح عمل كورة جت في العارضة كالعادة طبعا. هي في تغيير أنا ما فهمتهاش بس المعتمد جمال، انت بتلعب على التحولات، ايه ضرورة انك انت تنزل ناصر منسي؟ انا معاك ان عداد دباغ كان يفضل في الملعب لان هو اللي جاب الجول، بس ليه نزلت ناصر؟ يعني كنت سيب ألفينا زي ما هو، حتى شيكوبانزا بعرباتو ديت وجاري والعبيط ده كان ممكن يعمل لك حاجة، لانك انت ما بتعملش حاجة غير التحولات. فبالتالي ناصر منسي بره الصندوق اصلا فاشل، ما بيعرفش يعمل، لا يستلم ولا يسلم، نادر الموضوع ده عنده، قليل. فما كانش تغيير موفق بصراحة منه. وطبعا لما بتتكلم عن تغيير بتتكلم على ان في بدايل للتغيير، يعني مش تغيير مجبر عليه، وبالتالي انت ما كنتش مجبر على ناصر منسي. طيب في النهاية، عشان ما نكونش متفائلين بس زيادة عن اللزوم، آه الزمالك لحد دلوقتي بيكسب بالروح، بقوة الدفع، زي حسام حسن لما كان بيعمل في الأول، يمسك الفرقة يقعد يضخ 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 يضخ، فروح وحماس فيكسب. إنما في الملعب أنا مش شايف إن في برضه تاكتكس، يعني أنا مش شايف إن في حاجة بتتعمل. لسه مفيش وقت، لسه الراجل ما عرفش يقف على نقاط الضعف والقوة بتوع الفرقة، رغم ان معتمد جمال المفروض انه متابع، يعني لسه ما حفظش الناس. طيب هل الزمالك عنده حلول؟ لا. أزمة مالية، وقف قيد، لا هتقدر تجيب لعيبة ولا هتقدر تجيب مدرب يمشي لك الفترة اللي جاية، فانت مضطر للمدرب المصري، ولازم يكون واحد عارف الفريق عشان ما يجيش لسه يفتكس ويعك والكلام اللي احنا عارفينه ده. اذا كان اللي عارف الفريق بيعك، ما بالك انك انت هتجيب واحد مش عارف الفريق؟